صار كلش هواي من منزل فيديوهات، وصراحة مشتاق لهذا الشيء، مشتاق انه ارجع انزل فيديوهات، وان شاء الله استمر هالمرة. هذا الفيديو راح يكون مشابه للفيديو الاخير اللي نزلته، اللي هو شلون تتحكم باللوري من الداخل، اللي هي السلسلة الاولى مال تعليم سياقة اللوري. هذا الفيديو هو موجه اتوقع اكثر شيء للاتحاد الاوروبي، السيارات اللي موجودة بالاتحاد الاوروبي، السيارات قصدي اللوريات الموجودة بالاتحاد الاوروبي، لان تقريبا كلها من داخل نفس الشيء. ما اعرف بامريكا، كندا، بالعراق، الدول العربية شلون شكل اللوري من الداخل، بس بالنسبة لي اللي شفته بالاتحاد الاوروبي تقريبا كليتهم نفس الشيء. هذا الشيء ممكن يفيدك تتعلمه قبل اصلا لا تروح للمدرسة مال تعليم السياقة، بحيث تكون يعني فاهم الدقم الموجودة باللوري شنو هي، كل دقمة شنو تسوي، شنو فائدتها، وش وقت تستخدمها، وليش تستخدمها. بالنسبة لي هذا الشيء كلش مهم، انه تتعلم الدقم الموجودة باللوري. الدقم يعني قصدي انه الازرار الموجودة بالداخل اللوري، شنو فائدتها. اذا تعلمت هذا الشيء راح يكون سياقه اسهل عليك، واذا انحطيت بمواقف لا سامح الله انه تحتاج تستخدم شيء فتعرف شلون تستخدمه، وهذا الشيء يضمن سلامتك، سلامة الناس دار مدارك، سلامة السيارات، وسلامة اللوري اللي انت قاعد تسوقه اصلا. فهسه بدون ما نطول حكي، اول شيء تبدي بيه انه من تصعد لوري جديد، شلون تتحكم بالكرسي اللي انت قاعد عليه، ارتفاع الظهر مالته، الحراره والسوالف وهاي. فهسه راح انزل واشوفكم شلون تتحكمون بالكرسي. اليوم احنا شرحنا عن سكانيا بي 370 موديل 2022. اغلب السيارات تقريبا بالاتحاد الاوروبي هو يجي هذا الشكل، بس يعني ممكن اكو اختلافات بسيطه، بس اغلب اللوريات تجي بهذا الشكل. اول شيء اول ما تجي على الكرسي مالتك شلون تتحكم به. من هنا شغل الكرسي، هاي اول دقمه تعطي هواء للكرسي. هنا تصعد وتنزل الكرسي حسب الدرجه اللي انت تحتاج. شوف هسه نزل الكرسي، اذا اريد اصعده هيجي اصعده، يصعد الكرسي حسب انت ايش قد تريد. هنا تنطي مرونه للكرسي، يعني مثلا بالطسه اذا تسوي هيك ترفع اخر شيء لي فوق، هاي يعطي مرونه عاليه للكرسي. يعني شوف شلون يصعد وينزل بالطسه، يعني كل طسه يصعد وينزل. هنا شويه تخفف المرونه بحيث انه الصعده والنزله ثبات يصير عندك بالسياقه اكثر. هذا يخلي الكرسي، شوف شلون يرفع الكرسي هيجي وينزل الكرسي هيجي. يعني عندك هنا الدقمه مال الحراره مال الكرسي، اذا تسويها هيجي فانت شغلت الحراره، يعني الدرجه الاولى اللي هي شويه تعتبر خفيفه زينه بس خفيفه، هيجي صفر، هيجي اعلى شيء كلش حاره. هاي يعني بالنسبه لي كلش حاره. هنا عندي وسادات هوائيه، شوف هنا هاي البيضه وساده جوه وساده فوق هوائيه، وين يحطوها هنا بالظهر مال الكرسي، وحده هنا وحده هنا. هاي تنفخ وتنزل الوساده الهوائيه. شوف هسه من نفخت طلعت هذا الصوت يعني انترست، وهنا هم تنفخها وتنزلها. هاي كلها على مود انه ترتاح انت كسائق، ترتاح باللوري. ودا احكي عن الموديلات الحديثه، حتى الموديلات القديمه اتوقع نفس الشيء. يعني كنت اسوق سياره 2019، هاي 22، كنت اسوق سياره 2019 تقريبا كانت نفس الشيء. شويه يعني اشكال الدقم تختلف، مكاناتهم شويه تختلف، بس كفكره تقريبا كلهم نفس الشيء. فانت عليك اول شيء تجي لللوري انه تتحكم بالكرسي مالتك، تثبت الكرسي حسب كل واحد غير شكل، اطوال مختلفه، طول الايد مختلف، كل شيء غير شكل. فعليك انت اول ما تجي تقعد تضبط قعدتك، تضبط الكرسي حسب ما انت تحتاج وحسب ما انت ترتاح، لانه اهم شيء عندك الراحه بالسياقه، خصوصا اذا من تتعلم او شيء، فما تريد انه الكرسي يظل يتحرك، لو مثلا ناصي زياده، لو عالي زياده، لو مثلا مرتفع زياده اللي ورا، متقدم زايد، مراجع زايد. اهم شيء عندك الكرسي تثبته، هاي اول خطوه تسويها. بعدين تجي الخطوه للستيرن والمرايات. هسه اصعد فوق واشوفكم. احنا نشغل السياره هسه من صعدنا على مود يعني كل دقمه تصير الفعاليه مالتها موجوده. عندك هنا اول ما تيجي على ايدك اليسار اللي هي الدقم بالباب مال السياره مال السائق. كل سياره هم تختلف، بس اغلبهن هي هيجي. نقرب شويه بحيث على مود يبين كل شيء. هنا تفتح وتقفل السياره، البابين، الباب هاي والباب مال الراكب اللي وياك. عندك التحكم بالجامات، تصعد وتنزل، وهاي هم تصعد وتنزل. بعدين عندك هنا اللي هي اهم شيء للسياقه، هذني تقريبا هن اهم شيء للسياقه. هنا هم لازم تفهمهن لان هاي قانونيا شويه مرات شويه يذوق بيها، وهذني يعني هاي مال الشغل، هذني اخر شيء. هسه اوضح لكم كل وحده شنو معناها. عندك هاي الدقمه، اول شيء تدوس هنا تشوف اكو ضوء اخضر اشتغل. هذا الضوء الاخضر تقدر تتحكم بيه بهذني الاسهم. هذا الضوء الاخضر شوف تتحكم بهاي المرايه اللي جوا، هاي الطويله، وعندك مرايه ثانيه فوقها، هاي المرايه الثانيه اللي فوقها. هاي شلون تتحكم بها؟ تتحكم بها عن طريق هاي الدقمه، تتحكم بها صاعده ونازله. عندك المرايه اللي فوق والجوه مال الطرف الثاني، لانه هناك عندك مرايتين، وهناك مرايه، وهنا مرايه، وهنا مره اثنين.
كل وحده لها وظيفتها وكل وحده لها استخداماتها. هذني قلنا لهذني، والثاني الاثنين الثانيات اللي هنا للصفحه الثانيه مال ذنيجه. عندنا هاي المرايه اللي هنا الصغيره الجو اللي على الطرف الراكب، هاي نتحكم بها عن طريق هذا المكان، شوفوا. ونفس الشيء بس تدوسوها تشتغل اخضر عن الاسهم تتحكمون بها. شوف شلون تحركت. مو كل السيارات التحكم بها كهربائي، اكو مثلا تحكم بس بهذني المرايات، هذني الاثنين وهذني الاثنين. انا السياره اللي هسه راكبها حاليا كل المرايات تقدر تتحكم بها كهربائيا. هذيك المرايه الاخيره تقدر تتحكم بها عن طريق هذا المكان، هم تدوس نفس الشيء وبالاسهم تحركها. انا ارجعها هسه مثل ما اريد اني. هنا الحمامه مال المرايات عندي، هاي بها حراره، هاي بها حراره، هاي بها حراره، وهاي هذيك الاخيره ما بها حراره. انا عندي هاي السياره، فحراره المرايه كلش تستخدمها هواي بالشتاء لما يصير ثلج، لما يصير صقيع، بالمكانات اللي مثلا تدخل انفاق ما انفاق. احنا ندخل بالسويد فجاه يصير ضباب، برا بارد والجو حار، فراسا فجاه يصير ضباب. فكلش هاي مهم بالنسبه لنا هنا بالسويد بالسياقه. هذا هيجي بالاخير يعني معناها انت مطفي الاضويه كلش ما مشغل. هنا هذا مشغل كل الاضويه، ما يهم الضوء اذا موجود او لا. هنا هذا هم مشغل الاضويه. هنا هذا اوتوماتيك هو يشغل الاضويه حسب ما يحتاج. يشوف مثلا اكو ضوء برا ما يشغل الاضويه كامله، يشوف ضوء ماكو برا صارت الدنيا ليل هو يشغل لك الاضويه اللي تحتاجها. هذا مال يسموه بالسويدي الديميوس اللي هو مال الضباب. عندك هذني الضوء الامامي، بالنسبه لي هذني دائما انا مشغلها، هي تجي ويا السياره. هذا الضوء الخلفي اللي هو عندي اضويه هنا 1 2. هسه من اكمل الفيديو انزل اشوف لكم الاضويه واحد واحد. كلش هواي عندي اضويه. هاي الدقمه هي الوحيده هي اللي يشغلها. هاي الدقمه من اشغلها تشغل لي الاضويه. قلت لكم الدائره مدار السياره على مود ارجع بق او شيء. لما اشغلها اقدر اتحكم بالاضويه. بهاي السياره اقدر اتحكم بالاضويه، اشغل الطرف اليمين والطرف اليسار. مثلا قاعد ارجع ببيوت، مكان ببيوت، من هذيك الطرف عندي غابه مثلا، هذا الطرف عندي بيوت، دا اشوف من هنا ما اريد اشغل اضويه قويه عليهم مثلا الدنيا ليل كلش صبح. فش اسوي؟ استخدم هاي عندي الدقمه هنا. هاي اذا اسوي هيجي يشتغل بس هذا الطرف اليسار، الطرف اليمين يوقف عندي. اذا اسوي هيجي يشتغل عندي الطرف اليمين والطرف اليسار يوقف. هاي كلش مهمه عندي، يعني على مود الواحد اذا يسوق بدون ازعاجات. عندي شغله ثانيه اللي هن هذين الاثنين ثلاثه. هذا نود ستوب اللي بالسويدي اسمه، اللي هو التوقف بحاله الطوارئ. تدوسه هيجي خلاص قفل. التيب هذين الاثنين اللي هو هذا السله قلاب ما اعرف شو يسموه انتم بالعربي يعني. الفلاك احنا نسميه بالسويدي. هذا يصعد وينزل الهيدروليك مالته. هاي دقم مالته، هذا ترفعه وتنزله للقلاب اللي ورا. وهنا تفتح الباب الخلفيه وتسد الباب الخلفيه. هذين ما يشتغلن الا تشغل انت المحرك مال دفع مال الهيدروليك الخلفي. تدوس هيجي يشتغل المحرك مال الدفع مال الهيدروليك الخلفي. بنفس الوقت عندي هنا يطلع هاي العلامه هنا، يعني معناها اشتغل المحرك، على مود يعرفني انه اشتغل المحرك. انا حاليا ما اريد اشغله فاطفيه. عندي قلت لكم هذني الدقم اللي هنا. هذني ما يشتغلون قلت لكم الا بذيك الدقم. هذيك الدقم من نطفيها هذني بيصيرون بدون فائده، يعني هسه حاليا كل شيء ما يصير. بس هاي مال تفتح الباب الخلفيه والسدها، هاي مال قلاب. هاي حتى اذا الدقمه ذيك مشتغله هاي مديوسه، هذني ما لهم فائده ما يشتغلون، فلازم نفرها هيجي تطلع برا فيشتغل القلاب. ما موجوده هاي بكل السيارات، موجوده بس بالقلاب، يعني بالسيارات مال البناء مثل هاي السياره. هنا هم موجوده بكل السيارات، بس بسيارتي هاي موجوده فحبيت اشرح لكم عليها. كلش مهمه هاي، يعني مرات ادخل بمكانات ارتفاع ناصي 3.5 متر ارتفاع السياره، فاريد انصيها من قدامه شويه، على مود مثلا اذا ادخل بشارع جوا جسر او مثلا جوا نفق او شيء، مثلا النفق يجيني 3.4 ما اقدر اطب. فش اسوي؟ انزلها من هنا، اللي هو الهواء ينزل من قدام تنزل السياره. هاي السياره كلها متحكمه بالهواء، عندي خلف وعندي امام. هنا منا واحد ومنا تفو اللي هي الذاكره الاولى والذاكره الثانيه. مثلا عجبني مثلا هيجي، شوف هنا راح يبين عندي الهواء. شوف هنا مثلا اذا ادوس الامامي اريد مثلا الخلفي العفو اريد ارفعه، شوف شلون، شوف 5 زائد 10 زائد 15 زايد هواء. اريد اثبت على هالحاله، مثلا انا هاي الحاله مثلا كل ما افرغ لازم افرغ بهاي الحاله، فاظل دايس على الدقمه اللي هي هاي مال ام واحد اللي هي الذاكره الاولى. هاي من اظل دايسها معناها انه انا ثبتت على هاي الذاكره، كل ما ادوسها ترجع. بس انا بالنسبه لي ادوس هذا اللي هو
يرجع التوازن الطبيعي. هي تقوم توازن نفسها، مثلا صعده هي توازن نفسها، نزله هي توازن نفسها. عندك هنا نفس الشيء ويا هذني. هاي هنا هسه خلصناها ما عندنا شيء. تجي الستيرن، ستيرن بيه شغلات هم تستفاد من عندها. مو كل السيارات بيها، ممكن اكو سيارات بيهن مثلا دقم هنا زياده، سيارات بيها النقص، بس كشيء عام انا هاي السياره دا احب اشرح لكم عليها. هنا تتحكم بالراديو، تصعد وتنزل، تقلب القنوات، تجاوب ما تجاوب اذا اتصلوا عليك. هنا بيها مثل سيري، تفتح السماعه مال السياره وتسدها السماعه تسوي كتم. هنا هاي مثل سيري، اذا ادوسها اقدر احكي ويا السياره والسياره هي تنفذ اوامر. مثلا رابط التليفون ويا السياره، اقول مثلا اتصلي على فلان، من ادوس هنا اقول لها اتصلي على فلان بحسب اللغه اللي انا مثبتها بالسياره، حاليا هي السويدي. اذا اقولها بالسويدي اتصلي على فلان تتصل على فلان. هنا هاي المثبت مال السرعه، هيجي وهيجي، الزايد 1 والناقص 1. اذا هيجي اسوي ادفعها لي ورا لي فوق، الزايد 5، وهيجي ونزلها جوا قوي تنزل 5. هنا طفيها هيجي من جوا. واذا مثلا انت قاعد تمشي 60، انت كنت اخر شيء مشغلها 70، فبس تسوي هيجي هي ترجع ل 70 للذاكره مالتها. شوف هسه شلون رفعت، لان قبل شويه صار رفعتها شويه فرفعت هي. هسه من اسوي لها هيك، شوف هسه ايش قد العداد مال دورات الماكينه جوا الالف. من اطفيها شوف شلون ينزل جوا ال 500، اصلا يوصل 500 وجوا. فهذا الاستيرن. هنا عندك هم شغلات اللي هو هنا هاي الرجوع، هنا تجي على الاعدادات مال السياره، اللي هو مثلا انت تريد تتحكم بالقوه مال السياره. اشغل الاعدادات مره ثانيه. القوه مال السياره هنا تنزل جوا، طفي مثبت السرعه وتشغله. هنا قوه السياره قاعد شوف هنا اذا احطها على الايكونومي، شوف شلون ارجعها. اذا احطها على الايكونومي هي تسوق السياره سياقه مال الايكونومي. يعني من اسوق السياره، هاي سياره اوتوماتيك، اغلب السيارات واللوريات الموجوده هسه باوروبا هي اوتوماتيك. اذا احطها ايكونومي، شوف ايكونومي تصرف ديزل اقل. شلون تصرف ديزل اقل؟ انه تبدل هي على ال 1500 دوره. هاي 1500 دوره، قبل ال 1500 تبدا راسا تبدل بيها. هاي 14 جير، جوا 2 ثقيل و12 نمره عاديه، 1 2 3 لحد 12، و2 ثقيل عندك جوا الصفر. اذا احط ايكونومي قلت لكم تبدل على ال 1500. اذا احط ستاندرد ليجا اللي هي ستاندرد، تقوم تبدل الجير مو على 1500، مثلا على 1600 700. اذا احط ترنج ليجا اللي هي الباور ليجا اخر شيء، هاي قويه تصير، تقوم تبدل النمره مثلا على ال 2000، فتعطيك عزم للسياره. اللي سايق سيارات الصغيره المانوال فيعرف ايش قاعد احكي، انه اذا تبدل على ال 1500 على ال 1700 وعلى ال 2000 كلش اكو فرق بالسياره بعزم السياره. اكو هوايه بالاعدادات. هسه انا ارجعها ايكونومي لان ما احتاج صراحه الباور لاجي. اسوق ايكونومي دائما انا بهاي السياره، يفرق عندي هوايه. اكو هواي شغلات هسه بالاعدادات بعدين اشوف لكم اياها، بس حاب اشوفكم دقم ذني هنا المهمات. هنا من ارجع لي ورا، اذا ارجع مثلا داخل بيوت او داخل منطقه سكنيه الصبح ما اريد اقعد الناس شويه، سياقه تصير هادئه او هذا، اشغل هذا اللي هو من ارجع ما يطلع اصوات. اللي من اكو اغلب السيارات من تطلع يسوي طوط طوط طوط، من اشغل هذا هاي الصوت عاد يختفي عندي. هذا قلت لكم مال الهيدروليك مال القلاب. هذا من اصعد القلاب للاخير اكو شغلات مثلا تعصى عندي، فهذا ادوس هذا الهزاز يظل يهز قوي بالسياره، فيوقع التكامن الزباله او مثلا الحجر اللي عندي اللازق كله يوقع. ومن اخلص اطفي هذا. هنا خلصناها. هنا التحكم مال الاضاءه مال الدشبول. هاي هسه ما تشتغل لانه الدنيا نهار، بس بالليل كلها غير شكل تصير. هنا هاي الاربع شاير. هذا الهاند بريك مال السياره طبيعي، هاند بريك طبيعي مال السياره، هيك تنفتح وهيك تنزله، ترفعه هيك وتصعده وتنزله. هذا هيك مقفول، لما ترفعه يفتح. هذا عندكم هنا، هذا كلش مهم، يعني كلش مهم. السياره تمشي هنا على الهواء. يعني هسه لو اطلع لكم قوه الهواء مال السياره، نفتح هنا، اتوقع هي هنا، لا هنا، هذا بروم ستريك اللي هو الخزانات مال الهواء مالتي. الخزان الاول مقبض تقريبا 12 بار الا شعرايه، الخزان الثاني 12 بار الا شعرايه، الخزان الثالث اللي هو مال هذا البريك، هذا مال هاند بريك. شوفوا يعني بدا شويه يترس لانه استخدمناه شويه هذا.
الهاند بريك. هاي الدقمه نرجع عليها، ليش كلش مهمه قلت لكم عليها؟ هذا الهواء اذا نزل تحت ال4.5 بار هاي تطفر لي برا، هاي تطلع لي برا. السياره بعد تقفل، يعني كلش ثقيله تصير، عبالك انه واحد لازم البريكات وبعد هيك خانقك ما يخليك تمشي. فمن تترس البريكات هواء، هاي يعني للامان، من تترس البريكات هواء تدوس هاي الدقمه تدخلها لي جوا تفتح السياره. عندك هنا الراديو تحكماته، يعني اجي صوره سريعه عليه. هنا مثلا التحكم، شويه اقرب، التحكم هنا بالتليفون، هنا اشغل الكاميرا الخلفيه عندي، هنا الديسبلاي مثلا مال هذا شلون تتحكم بالاضاءه مالته. هنا شغلات يعني مو يعني هذا الاعدادات مالتها. السياره هاي بيها شغله كلش مهمه اللي هي النافيجيشن اللي هو الجي بي اس مال السياره. اكو مكانات كلش هوايه بالسنتر مثلا ادخل عليها، ارتفاع معين، وزن معين بالشارع، عرض معين بالشارع. فهنا كلش حلو يعني انه انا اسوي هيك، هنا اسوي مثلا فوردوس بروفيلر، هذا مثلا انا حاطه الاول ادوسه، هنا اضيف مثلا العرض مال السياره 2.6 متر، الارتفاع مال السياره 3.5، الطول مال السياره 8.5 متر، 8.4، كم اكسل عندي، كم عدد اكسلات اللي شايله التايرات، وزن السياره، هذا كله اضيفه هنا قبل لا ادخل العفو بالشوارع مال السنتر. هنا اطفي والشغله، هنا تبدل قنوات، تعلي وتنصي. ترافيك هنا تدوسه تشغل ترافيك ميدلاند دا يسموه بالسويدي، انه مثلا اذا بالراديو يقول لك مثلا فجاه يطلع يقول لك مثلا على الطريق السريع الفلان اكو سياره عاطله ديروا بالكم ترى راح يصير ازدحام او شيء. هنا الراديو طبيعي عادي وهذا، وهنا الربط مال التليفون مال السياره. هنا عندك الطاقه مال السياره، صعد وتنزل اوتو. هنا تريد يعني مثلا الهواء يدور داخل السياره او ما يدور، انا اريد هسه من برا. هنا اذا تريد تتحكم بالهواء، هنا تحكم الهواء يصير على الجامه الاماميه. هاي الصبح مثلا انا اشغلها مثلا. هنا شغل الديزل فالمره اللي هو التدفئه مال السياره من السياره طافيه. ما اريد اشغل السياره مثلا وانا ادفى بالسياره بالشتاء او شيء بالثلج، فاشغل هاي واتحكم بالحراره اللي اريدها، تشتغل على الباتري وعلى الديزل. هاي هنا هم نفس الشيء بس بالصيف. هاي اشغل المراوح مال السياره تعطيني بس هواء، يعني شيء حلو هذا بالسياره موجود. عندكم هنا الدف بالعاده السيارات طبيعيا لما تلوف يمين او يسار الدريف اكسل اللي هو الاكسل الثالث اللي هو كل الحركه مال السياره جايه من عنده. من تلوف يمين ويسار هذا الاكسل ما يمشي نفس السرعه، يعني التيارات اليمين واليسار ما تمشي نفس السرعه. هاي الدقمه تخليك انه تياراتك اليمين واليسار تمشي نفس السرعه، فما تخليك تعصب مكانات. اذا مثلا جواك طين، جواك حصو مثلا، غرزت يسموها بالعربي عصيت، احنا نسميها بالعراقي عصيت بمكان او شيء، هاي تشغلها تمشي بيها اكثر شيء 20 كيلومتر بالساعه. هاي كلش مهمه يعني تفيدك كلش هوايه. هذا الانتي سلاد دائما تشغله خليه عقب مشتغل ما طفي يعني. هذا صعد الاكسل الاخير وتنزله، هاي دائما تستخدمها ويا هاي. اذا مثلا عصيت بمكان شغلت هاي على مود اثنيناتهم الاكسل يتحرك، التاير اليمين واليسار يتحرك نفس السرعه على مود تطلع دس قاعد يفتر بنفس المكان. تريد وزن زياده على الدريف اكسل، الاكسل اللي هو بالنص، فشلون تزيد الوزن؟ ترفع هذا شويه، ترفعه يصير وزن زياده على الدريف اكسل، فتطلع من مكانك وبعدين ترجع بس تدوسه هيش يرجع. هنا لا، هنا ترفعه كامل وتنزله كامل. هنا من ما عندك حمل ترفعه، وهنا من عندك حمل تنزله. هاي دقمه عندك مال اللاين اسيست اللي هو من تمشي سريع بالهاي واي مثلا او الطريق السريع، تدوس على الخط بالنص او الخط اليمين فيطلع عندك صوت طرط هيك منه طرط، انه دير بالك ترى طلعت خارج الخط. لاين اسيست يسموه. هذا طف الرادار مال السياره بحيث السياره ما توقف فجاه. من تشوف مثلا السياره قريبه صارت كلش عليك وانت جاي طاير عليها، فهي بالرادار من تقرا المعلومات تشوف طاير وما تلحق بريك، هي تدوس بريك وحدها. من تدوس هاي الدقمه تطفي. عندك هاي الدقمه كلش مفيده هاي، يعني مثلا هسه اني مشغلها هسه اني حاليا، افتح الهند بريك انطيها جير امامي، هذا الجير هنا عندي هسه اشرح لكم عنه. من اشيل رجلي من البريك ما تمشي السياره، اكو صوت يطلع 3 نقاط 5 ثواني يلا يفتح البريك. هاي تفيدني بالصعدات، تفيدني مثلا بالمكانات اللي ما اريد السياره تتحرك بها قبل. من اريد تتحرك السياره بس اطفيها وخلاص، هاي بس هيك اطفيها. هاي عندكم هنا الاضويه والتحكم بالاضويه داخل السياره، يعني عندكم هاي الضوء 1 2، عندكم اضويه بالباب هناك، عندكم اضويه جانبيه، عندكم اضويه خلفيه فوق، عندكم اللي ورا، فهذا التحكم بيها.
ايش عندنا بعد؟ عندنا هذا بالسويدي اسمه الكلوس، اللي هو يفحص نسبة الكحول اللي عندكم بالجسم قبل لا تسوقون. هذا يعني وسائل امان بالسيارة، يقلل نسبة التأمين. مثلا بالتأمين تدفع 3500 مثلا 350 دولار بالشهر، اذا عندك هاي تدفع مثلا 10 دولار 15 دولار اقل. هاي هي شغلات يعني للامان. عندكم هنا اللي هي الشغلات الاخيره اللي اليوم اريد اشرحها بالفيديو، اللي هي هذا التكنوغراف. هذا فيديو خاص الى هذا واحد، هذا مصيبه بالاتحاد الاوروبي عندنا، بالدول العربيه ما هو. هذا بعدين اذا تريدون اشرح لكم عنه، هذا اشرح لكم فيديو خاص عليه. هذا راديو هنا، انا مود احكي ويا مثلا هذاك ابو المقلع، هذا ذاك الماكينه اذا ذيك الصفرة تشوفوها، اذا اريد اصيحه خو ما انزل واصيحه، لا هنا عندكم قنوات كلش هوايه اتحكم بيها اني اللي اريدها حسب المقلع. عندكم خلينا ننزل هذا، وهذا الراديو اللي احكي بيه اني. هذا اسد جزء من العادم مال الهواء مال السياره على مود ينظف البارتيكل فلتر اللي هو النظام الاد بليو. هذا هم نظام ثاني ممكن اشرح لكم عنه بفيديوهات ثانيه، بس هذني يعني كبدايه ما تستخدمون هذني. هذا اذا عندك اضويه زياده فوق السياره، هاي تقدر تشغلها هيجي، تشغلها ويا العالي وتقدر تطفيها. انا بالنسبه لي ما عندي اصلا، هاي اللي يفتهم بيها السياره يعرف هاي شنو هاي. انا بالنسبه لي صراحه ما اعرف شنو هاي، ليش اكذب عليكم. هاي الاضويه اللي هي البرتقاليه، ما تبين هنا، اذا ممكن هناك تشوفوها، اضويه برتقاليه داير مداير السياره تشتغل لما تدوسون هاي الدقمه. وهاي خلصت. هاي اغلب الدقم اللي موجوده داخل السياره، يعني ما عندكم دقم ثانيه. ان شاء الله يكون الفيديو وافي وكافي وفاتكم. هسه نرجع للشغل ان شاء الله. فيديو طويل بس كلش مهم يعني بالنسبه لي. ان شاء الله يكون فاتكم. اي شيء عندكم اسئله عليه تقدرون تسالون عليه بالتعليقات. ان شاء الله راجعه، وان شاء الله ابدا انزل فيديوهات ثانيه غير هذا الفيديو. قولوا لي الفيديوهات الجايه شنو عاجبكم انزل لكم، شنو اللي عاجبكم مثلا اشرح لكم عنه، وان شاء الله انزل لكم. يلا في امان الله.